مكونات سهلة وبسيطة عملنا أحلى دانيت. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هو ممكن أكتر من كده بس خدوا التفصيل، كل واحد خد كوباية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ولا أروع من كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رؤى، دي قناه يوميات رؤى واخواتها. طبعا النهارده هعمل لكم فيديو جديد، طريقه عمل الدنت، بس برضه يكون بماده جديده اللي هي ايه؟ الدراسات. طبعا عملت فيديوهين قبلها مادتين برضو، عربي وانجليزي. العربي الايس كوفي، والانجليزي اللي هي النوتيلا. بعد ما عملتها طبعا يعني الله اكبر على اخواتي، يعني خلصوها معانا. انا يعني اصلا ما بحبهاش يعني. ماشي. ودلوقتي هعمل لكم دانت وماده جديده اللي هي الدراسات. هقدم لكم نصايح انا كنت بعملها وفادتني كتير. وقبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا عشان نبدأ المكونات. ايه هي المكونات؟ بصوا بقى دلوقتي. اول حاجة اللبن اللي هو الحليب. كيلو لبن بقام 4 كوبايات. تمام. وادي نشا 5 معالق، و3 معالق كاكاو خام، وكم معلقة يا ربي 4 معالق سكر، ومكعب زبدة، ومكعبين شوكولاتة دارك. ماشي. وادي رشة ملح، رشة ملح يعني، وادي ايه؟ رشة فانيليا. دلوقتي هوريكم المكونات بقى ايه. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم كده. دلوقتي المكونات، اول حاجه طبعا اللبن اللي هو الحليب. تجيبوه من اللبان عشان يكون احلى وتكون طعمه احلى. بس لو ما عندكمش لبن من اللبان هيكون ميه ولبن بودره، بس يكون الاحلى اللبن اللي هو الجميس الحلو. تمام اهو. ادي البتاع. وهنحط النشا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ماشي. نبدا نقلب كده. نحط الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم كده. مش عايز ينزل، خليه. ماشي. نقعد نقلب جامد كده. ودلوقتي هحط السكر. ماشي. نقعد نقلب كده. ناخد رشة ملح صغيرة خالص يعني كده. تمام كده. ورشة فانيليا عشان يكون طعمه حلو. تمام اهو. ودلوقتي هرفعها على نار متوسطة، ولما يكون تقيل معانا هرجع لكم تاني. ودلوقتي بعد ما رفعناه من على النار ده القوام اللي احنا عايزينه. وفعلا الريحة عندي تجنن، اللهم بارك بجد. الريحة فعلا جميلة جدا بسبب الكاكاو الخام. تمام. بعد ما ايه كده القوام اللي احنا كده عايزينه. نحط مكعبين الزبدة كده. تمام. نحط الزبدة اللي ساحت عندي من الحوض هنا. ماشي. نحط كده. تمام اهو. تمام. نبدأ نقلب لغاية ما الشوكولاتة تسيح. تمام. نبدأ نقلب كده لغاية ما ايه الشوكولاتة تسيح. هي رطفت. ودلوقتي بعد ما الشوكولاتة ساحت هنحط ثواني كده. فعلا الريحة عندي تجنن، نفسي اكلها سخنة الصراحة. تمام. نحطها كده. هنحط اي كيس بلاستيك او اللي هو اسمها ايه، كايرو. ماشي. ايه عشان ما تعملش قشرة. ودلوقتي بعد ما ماما ساعدتني يعني في تغطية النايلو اللي هو مش عارفه اسمه ايه ده، في الزبادي، في الدنت. دلوقتي هنحطها. هنخليها تبرد، ولما تبرد هرجع لكم تاني عشان نصبها في الكوبايات سوا. ونيجي بقى لمعلومات الدراسات. عملنا الدنيا 9. بصوا بقى الدراسات حدوتة. يعني حدوتة تحفظيها بدماغك. كأنها مثلا ايه حدوتة، وحطيها في مسلسل. حطي مسلسل في دماغك عشان تعرفي ايه تحفظيها. زي مثلا هتلاقي مثلا مسلسل مثلا تيجي على التلفزيون مثلا بالمعلومات اللي انت حفظتيها في دماغك.
المسلسل اللي انت عملتيه في دماغك، ماشي؟ تقول الله ايه ده انا كنت حافظاها وجه منه ايه في دماغي ايه في المسلسل اللي انا عاملاه. فتعرفي بقى هيكون يثبت اكتر واكتر كل ما تشوفي المسلسل اكتر واكتر. الخرايط ارسمي الخريطة بايدك، حتى لو بالشخبطة ايدك هتتعود عليها وهتعرفي تحلي في الامتحان. المصحح بيركز على ايه؟ بيدعها على ما الدليل، ما النتائج، ما المتفسر، ماذا يحدث، ليه؟ لان هي يعتبر اساس الامتحان كله. مثلا ما الدليل، قول الدليل اللي حصل فيه كده، حيث ان مثلا كده، ما المتفسر بسبب، لان تشوفي السبب، إيه اللي حصل عشان يحصل كده، ماذا يحدث، تشوفي ايه الحاجة، ولو ما عملتش ايه اللي هيحصل. انا بقى كنت بكتب الاجابة مختصرة، كنت بكتب لو قال لي سببين هكتب سبب واحد ومختصرة كمان، يعني مش بقول لي الاجابة كاملة، لا كنت بقول لي الاجابة مختصرة. ده واكلة من الامتحان بقى، يا ماما يا ميس انا خلاص حفظت وحليت وهقفل الامتحان، اجي ابص للدرجة، ايه درجتي؟ مش درجتي. ليه؟ عشان كتبتي الإجابة مختصرة، فلازم تكتبي الإجابة كاملة. أنا كنت بعملها في السنين اللي فاتت، اللي هو أولى وتانية إعدادي، فلازم تكتبي الإجابة كاملة. بالميس قريبة مني كانت بتقولي كده، اكتبي الإجابة كاملة، ما سيبك من الحد اللي انت كنت بتهبديه في ايه في أولى وتانية إعدادي. فبجد نصيحة لكل بنت ان انت تكتبي الإجابة كاملة وتذاكري. اشرحي الدرس لباباك ومامتك، زهقيهم كده، تشرحي الدرس هما بابا وماما يعني على الفاضي، لازم نزعقهم ازاي؟ تشرحي لهم كده، تقول كده وكذا، صدعيهم، انا عايزاكي تصدعيهم، ماشي؟ عشان ايه؟ تكون برضه تفهمي المعلومة في دماغك اكتر. وكمان ايه يعني مثلا ايه، تيجي مثلا انت حليتي مثلا الامتحان وخلاص حفظت، مثلا قلت للمستر ازاي دي مش درجتي، مش قصدك ايه ده، انت اللي حليتي الاجابه مختصره. يعني هي مثلا اجابه مختصره، يعني دايما لازم تكتبي الاجابه كامله عشان تكتبي ايه، تاخدي الاجابه ايه، مثلا السؤال درجه ونص، تكتبي الاجابه هاخد درجه ونص بقى، تاخدي نص درجه. ما هو ايه ده، ما هو إيه الامتحان درجته كام عشان اخد النص درجه لكل سؤال انا كتبته؟ تقول ايه ازاي يعني يا مستر، يعني ما انا حل كله صح. لا يا حبيبتي مش حل كله صح، انت كتبت الاجابه مختصره عشان كده تاخدي نص درجه لوحديها. بس دلوقتي بقى هنشوف الدرس عمال ما يسقع وصباحها معاكم. ورجعنا لكم تاني بعد ما الدرس سقع. تمام الدرس اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل ده كده، ماشي، ونحط ده هنا. بصوا، هو بعد ما اتدنت ممكن تضربه بمضرب كهربائي او مضرب سلك، بس بضرب الكهرباء يعني بعافية شوية، فقلنا نضرب ايه مضرب السلك كده. والله ألوان كده الصراحة شكلها حلو اوي. تعبي صدقني اهو. تمام، نبدأ نقلبه عشان يكون ايه ضغطنا يكون كريمي. ودلوقتي اهو بس التركاية الاهم ان انتوا تضربوها المضرب الكهربائي عشان يكون ايه كريمي اكتر. دلوقتي بقى ايه هنصبه مع بعض الكوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. واو بس شكله حلو ازاي. بص كريم زي حلو ازاي اهو. ماشي اهو. هنرجع لكم بعد ما نخلص كل الكوبايات دي كلها. يلا هنرجع لكم بعد ما نخلص كل حاجة. ورجعنا لكم بعد ما صبينا الكمية دي كلها، اللهم بارك، بجد الكمية كبيرة جدا ومكونات بسيطة. عملنا كل الكمية دي، شاف التالت من بره يا دوبك معلقتين وغالي كمان، وكمان مش طعم الصحي ده بجد، يعني فعلا طعمه حلو. وكمان يعني بصوا الكمية، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، فعلا طعمها جميل جدا، احلى من بره وصحي جدا.
وممكن هو مش مسكر يعني، هو حلو مش زي بتاع برا برضو يكون مسكر. فدلوقتي اسمه ده ثواني. اه انتوا ممكن تتحكموا في السكر عادي. انا حطيت 5 معالق او 4 معالق، انتوا ممكن تزودوا او ممكن تقللوا. ولو عايزين صحي اكتر واكتر ممكن تحطوا عسل. يعني فعلا يا بجد انا ممكن اكل الكميه دي كلها لوحدي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بس كده، سلام.